هذا الرجل كان يريد أن يموت في حنين كافرا. روى ابن حجر أن سفيان بن عبد الله هذا طبعا وحضر حنينا مع قومه ثقيف يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا الكرة فيها على المشركين. وقتل في حنين أخو سفيان بن عبد الله عثمان بن عبد الله الثقفي. طبعا وجد هذا سفيان وجد على موت أخيه موجدة عظيمة حتى رغب عن العيش بعده، فقال أثناء والناس تقتل في حنين، قال لرجل كان بجانبه يقال أبو سويد، قال لا خير في العيش بعده، لا خير في العيش بعد عثمان. عندما يقولها تفهم منه أنه يريد أن يستقتل، هذا سيهجم على القوم فيقاتل حتى يقتل، لا خير في العيش بعد أخي. ذاك أبو سويد يرغب به عن الموت، لا يريد أن يموت، وطبعا لا يطمع في أن يجعله يفر لأنه لا يمكن أن يفر وقد قتل أخوه. فماذا صنع؟ احتال حيلة، عمد إلى عذاره فقطع منه. عذار اللجام هو ما يسيل على خد الفرس من اللجام. اللجام طويل، هذا الجزء الذي يكون على خد الفرس تسميه العرب عذارا. هو عمد إلى ذلك العذار فقطع منه شيئا. هذا أبو سويد كان يركب فرسا أنثى، وسفيان يركب حصان فرسا ذكر، فأدنى أبو سويد فرسه الأنثى من الفرس الذكر لسفيان حتى شمها، فلما شمها الفرس شم الأنثى أرادها. طبعا هو الخيل ما لها علاقة بالوطيس المشتد والناس تقتل. شم الأنثى أرادها، أبو سويد ركض فرسه تجري فتبعها الحصان، تبع الأنثى. سفيان الذي فوق الذكر أراد أن يكف جماح فرسه فانقطع العذار، انقطع اللجام، حينئذ لا حيلة في إمساكه عن الركض، ففر أبو سويد وفر وتبعه سفيان، فنجا هذا ونجا ذاك. هذا من رحمة الله به، هذه رحمة ربنا. هذا الرجل كان يريد أن يموت في حنين كافرا، ولو مات كافرا لخلد في النار، وربنا سبحانه يريد به غير ذلك فيسلم بعد ذلك ويصير من الصحابة. مرادة الرب بعباده خير من مرادات العبيد لأنفسهم، لكننا نسيء الأدب مع الرب. يريد لنا فلا نرضى بالذي يريده لنا، ونريده أن يريد لنا ما نريده لأنفسنا مع عجلتنا وجهلنا ومع علمه وحكمته ورحمته. الله العظيم، نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع ربنا سبحانه.